سلام الله عليكم متابعي قناة سبيد توب، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. سليماني، بودبوز وأندي ديلور في الدوري الجزائري. شهدت الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي للدوري الجزائري صفقات مدوية مفاجئة كان أبطالها لاعبون دوليون تألقوا في عدة دوريات أوروبية. ونجح نادي مولودية الجزائر في ضم المهاجم السابق لنادي مونبلي أندي ديلور، والذي كان أحد صانعي التتويج بكأس إفريقيا للأمم مع المنتخب الجزائري سنة 2019 في مصر. كما نجح نادي شبيبة القبائل في انتداب اللاعب رياض بودبوز إلى صفوفه بعد مسيرة تقمص خلالها متوسط الميدان البالغ من العمر 34 سنة عدة فرق من بينها سوسو، مونبولي وسانت-إتيان، وصد فيغو إلى جانب خوضه كأس العالم 2010 مع المنتخب الجزائري. وكان نادي شباب بلوزداد قد أعلن مساء الثلاثاء عن انتداب الهداف التاريخي للمنتخب وبطل إفريقيا 2019 إسلام سليماني البالغ من العمر 36 سنة بعد عدة تجارب في البرتغال وفرنسا وبلجيكا والبرازيل وتركيا وإنجلترا، ليعود بذلك إلى الفريق الذي سبق وأن تقمص أزياءه خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2013. ويذكر أن الميركاتو الصيفي قد أغلق في الدوري الجزائري منتصف ليلة الثلاثاء 10 سبتمبر 2024.